طيب الجزء الفردي هو التميز، ان انت كبني ادم تلاقي نفسك ان انت مميز في المكان اللي انت فيه، مش ان انت موجود زيك زي اي حد. هتبقى مبسوط في حته الاهتمام ان انت اتعمل لك عيد ميلاد زي كل حد. في جزء التميز ان انت اتعمل لك عيد ميلاد مختلف عن اي حد، فتحس بمتعه مختلفه عن اي حد تاني، او يعني تحس بمتعه ان انت مميز في المكان اللي انت فيه ده، ان انت تكون مسموع. مسموع هنا انه بيطلب رايك، انه عايز يسمع رايك وياخد رايك. عارفين دايما بيبقى الموضوع ممتع جدا لما يجي حد يجي يطلب منك يقول لك ساعدني في 1 2 3، او قول لي رايك في اللي انا بعمله 1 2 3. تحس ان انت كده مزبرنشك كده وطاووسك كده، ريش الطاووس بتاعك فرد. تحس ان انت ايه ده انت رايك ذو قيمه، وان انت ليك اهميه في اللي انت بتعمله ده. وهنا التميز مش المقصود بيها ان انت بقى عرقك عرق مختلف عن باقي البشر، ان انت تتنك علينا. ما تتنكش علينا، اهدى علينا شويه. الهدف ان انت تبقى مميز. كلنا كبشر لينا قيمه، نفس القيمه، كلنا زي بعض، انما انت كشخص مميز في اللي انت بتعمله. فيعني ايه؟ يعني انت واحد مثلا ممكن يكون مميز في شغله في حته الحسابات، واحد تاني مميز في حاجه تانيه في حته الهندسه، بس ده ملوش علاقه ان ده اقل من ده في حاجه. انما انت بتحتاج كبني ادم تكون مميز في المجتمع اللي انت فيه. لو انت مش مميز ما بتحسش بالمتعه الكافيه، بيبقى عندك احتياج بتدور عليه. عشان كده تلاقي ان في باستمرار احساس المنافسه ده شيء ممتع عند البني ادم، ان هو ينافس ويحاول يكسب. وان احنا نلغي المنافسه تماما دي مش حاجه صحيه اصلا بالنسبه للبني ادم، لان هو محتاج احتياج التميز ده.